تخيلوا ان احنا في 2025 ولسه في ناس الجهل مالئ قلوبهم وعينيهم وحياتهم. قصة حزينة من امبارح والنهارده يمكن كنتوا تابعتوها. بنت اسمها دينا من الفيوم، متجوزة من 8 سنين ومخلفة 3 بنات. قررت حماتها اللي هي مامة جوزها ان تقول لابنها وتقنعه انه يرجع لمراته الاولى اللي مطلعها من 10 سنين، عشان هي خلفت ولد قبل كده. وفعلا سمع كلامها ورجع، وبالتالي قررت البنت اللي هي اسمها دينا ان هي قرار صعب جدا، هي تنهي حياتها وتنهي حياة بناتها. فخدت حبة الغلة، لان لسه كنت عامل فيديو بحذر الناس منها ومن بيعها، وماتت هي وماتوا بنتين معاها وفضلت البنت التالتة. انا بستغرب ان لسه في ناس الجهل مالئ قلوبهم وعينيهم، ولسه فاكرين ان تحديد نوع الولد او الجنين من الام مش من الراجل. وحتى لو الناس قالوا لها كده، لان انا بجرب ناس بتكون جاهله وبنحذرهم على خطوره حياه ولادهم وبناتهم، ممكن ان هم ينتحروا او يحصل لهم اي حاجه، يقول لك لا اصل خليه يكمل سنه دراسيه. فتلاقي اهتماماتهم غريبه، فتلاقي الناس للاسف الجهل مالي عينيهم وقلوبهم. فربنا يرحمها، يعني انهت حياتها اللي هي هبه من ربنا، وانهت حياه بناتها اللي هي يعني ملك ربنا مش ليها، ويرحمنا احنا من الجهل ده.